اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعين؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. اليوم عندنا طريقة عمل الكليتشة العراقية مضبوطة 100%. ان شاء الله تعجبكم. حبايبي هنا عندي تقريبا كيلو طحين، خليت عليه قالبين زبد، يعني تقريبا 300 غرام زبد، وخليت عليه كاشوكتين كبار دهن، يعني دهن جنة خليت عليه. وهنا عندي الخمرة أنا خليتها بقلاص مي ومع ملعقة شكر. بس هاي المكونات، وهي حسب رغبتكم انتو. طبعا خليت أول مرة الزبد ويا الطحين عفوا، وخليت شوي شكر وياها، وظليت أعجن بيها يعني لحد ما صارت رملية. بعدين يلا أخلي عليها المي والخمرة. بهاي الطريقة أبدي ألم العجينة. طبعا والتحشى انتو حسب رغبتكم. أنا هنا عندي التمر وحلقوم راح أحشيهن. أظل أعجن بيها لحد ما تصير عندي عجينة متماسكة. بهاي الطريقة حبايبي ألم العجينة. طبعا وأنا احتاجيت يعني بعد مي تقريبا، بعد كوب تاني احتاجيت وياه خليت. حبايبي وهاي الطريقة شوفوا العجينة شلون صارت عندي. حبايبي هسه راح اتركها تقريبا ربع ساعة وارجع لها. وهذا التمر راح اعجنه هسه، بس مو على النار يعني هيجي، بس خليت عليه شوية زبد وراح ابدي اعجنه، وهي المطحون. كيفكم انتوا تريدون تسووه، يعني بالطاوة يعني على النار، او تريدوه هيجي. وهذا التمر شوفوا شلون صار من بعد العجن. الهيل ينطي طعم جدا طيب. هسه راح ابدي اشكل الكليتشة وياكم، نسوي الاشكال اللي تعجبكم، يعني انتو براحتكم. تريدون بالقالب، تريدون انتو يعني الشكل هيجي بايدكم بدون قالب. انا اليوم عندي قالب، عندي القالب البورق الصغير اللي اصغر واحد وعندي قالب هذا الورد اللي دا تشوفوه، هذا هم كلش حلو بالطابع. وهذا القالب الثاني هم عندي مال الكليتشة. راح ابدي اسوي ام التمر اول مرة. وهسه كملت كل الكمية اللي عندي. وهنا عندي صفار بيضة، فقط الصفار، وخليت عليها ضرب فانيلا، وراح اخليه يعني امسح بيه بس الوجه، ينطيها لون ذهبي كلش حلو.
وراح أدخلها للفرن لمدة 10 دقايق من الأسفل، ومن الأعلى فقط تاخذ لون، طبعا مع المراقبة الدائمة يعني. بهاي الطريقة حبايبي أمسح على الكليتشة كلها. خليكم وياي. وهاي النتيجة النهائية. طبعا شوفوا اللون شلون صاير، كله ذهبي. ما شاء الله ريحتها وطعمها كلش طيبة، وتكون العجينة مالتها كلش ترفة وتموع بالحلق. أتمنى تنال إعجابكم. مع ألف سلامة وسهمكم ألف عافية.